السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك ربيع بيصبح عليكم وبيمسي عليكم على حسب ما أنت هتشوف. طبعا ماتش الأهلي وبتروجيت لسه خلصان. الماتش كان كويس. كنا ممكن نطلع بنتيجة أكبر من كده بكتير. ماتش خلصان 2-1. بس احنا كنا ممكن نجيب أهداف أكتر من كده لولا بس يعني إمام عاشور بقى بيأنن في الكورة كتير. جات له أكتر من فرصة إنه يباصي بس هو مش فاهم عايز ياخد الكورة ويخش بيها الجول، مش فاهم عايز يعمل إيه إمام. عمل ماتش حلو جدا الحقيقة. جاب جون وكان المفروض يجيب يعني يطلع الماتش ده اقل حاجه 3 4 اجوان. جراديشار مهاجم كويس. مهاجم كويس، انا شايف ان هو بيتحرك كويس قوي. يعني الواد ده لو انتوا تفهموه شويه وتبصوا له في التحركات اللي بيتحركها دي، يعني اهداف. بص يعني الاقل ماتش الاهلي يطلع 3 4. بيتحرك كويس قوي، ده يعني ده اللي احنا عايزينه، ده المهاجم. المهاجم مش مطلوب منه انه ينزل على لنص الملعب يستلم ويلف ويباصي لا. المهاجم المطلوب منه انه يتحرك في المساحه الفاضيه. اسرق المدافع، اتحرك في المساحة الفاضية، الكرة تتلعب لك تفنش كويس. ده المهاجم اللي احنا عايزينه. فينشر كويس، بيستخدم المساحة الفاضية، اتحرك في المساحة الفاضية كويس. ده اللي هو بيعمله جريديشار، بيعرف يسرق المدافعين. يعني شوف الجون التاني، هو شايف محمد عبد الله اللعيب ده كويس. الناشئ ده يعني لعيب هيبقى ليه مستقبل كبير قوي مع الاهلي، وعموما يعني هيبقى ليه مستقبل كبير قوي في الكوره. لعيب يعني بيعرف، عنده كنترول كويس على الكوره، مع انه لعيب اشول بس بيعرف يلعب برجلين الاتنين. لعيب كويس قوي. هو خلاص شافوا ان هو قطع وقاطع على الوينج. قام هو شايف الاتنين مدافعين مركزين معاه، قام قاطع في المساحه الفاضيه. اتعرضت له الكرة جابها جون. كله هيقول لك ده جون سهل، ده الكرة متعرضه له والجون فاضي. لا، هو تحركه اللي خلى الجون سهل. المهاجم اللي بيتحرك في المساحه الفاضيه يعني بيخلي الكور سهله. لكن لو هو ما اتحركش اصلا، خلاص الكرة اتعرضت عدت اليمة التانية او المدافع تاني طلعها وشكرا. لكن هو مهاجم ذكي. اكتر من كورة امام عاشور بياخد الكوره ويتحرك، والمهاجم جراديشار بيتحرك في المساحه الفاضيه. لو اتبسط له جون، لو اتبسط له جون من غير عارف انت، من غير تفكير. بس هو ما فيش. امام عاشور دلوقتي هو بياخد الكوره يبص في الارض وعايز يلم الواحد ويلم التاني زي الكوره اللي كريم الدبيس دخل شاطها من قدام، ودي كانت مضحكه جدا. يعني خلاص انت لميت المدافع ودخلت لميت الجون، ورايح فين تاني؟ في اتنين مدافعين واقفين لك اليمه التاني، خلاص يعني كريم الدبيس لقى الكرة قدامه قام مش هيطها من قدامه. يعني قال له بقى خلاص شوط بقى. هو شاطها حطها في المدرجات، بس شوط. الحقيقه كان ماتش كويس. تمام. ما اعرفش هو ما لعبش عمر السالي، مع ان انا نفسه يلعبه. يعني الواد ده حظه وحش يعني. الماتشين اللي نزلهم، كام ماتش اللي نزلوا اصلا، يعني حتى الكورتين اللي شاطهم في العارضة، في كورة منهم كانت بلياردو الماتش اللي فات. فانا نفسي يديله وقت اكتر، ويديله مساحة لعب اكتر عشان يبان ويظهر. مش عايزين نحبطه ونقفله من اللعب او نموته، زي ما في لعيبة كتير كده نسيت الكورة معانا. طبعا كريم نيدفيد ده بقى، يعني انا مش فاهم، يعني مش فاهم كريم نيدفيد ده يعني ماسك علينا زلة، ولا ليه حد قريبه في مجلس الإدارة ولا ايه ده يعني. الواد ده لما بشوفه بينزل الملعب بتقفل، بتجيلي قرشة نفس كده. يعني لعيب ممل، لعيب ما يعني لعيب يعني عارف انت عينيك ما تبقاش مستريحة وانت بتتفرج على الماتش وهو موجود في أرض الملعب. حاجة يعني آخر زفت. يعني ربنا ايه يصبرنا كده الموسم ده ويروح بقى يشوف اي حته بقى. بس اهم حاجه ما يروحش اعاره، يعني يروح بقى بيع نهائي عشان ايه؟ نخلص من كريم نيدفيد وموال كريم نيدفيد اللي احنا عايشينه بقالنا كام سنه ده. الحقيقه كان ماتش كويس. الاهلي كده متصدر الدوري طبعا. لسه في ماتش بكره البيراميدز، وفي بكره الزمالك برضه هيلعب. بس اهم حاجه ماتش بيراميدز طبعا. إيه، لان هو لو بيراميدز كسب بكره فهو هيتصدر الدوري. احنا عمالين ايه، رايحين جايين كده مع بعض لغايه ما حد فينا إيه هو اللي يقع. يعني ان شاء الله يعني بيراميدز اللي يقع. إيه، كان ماتش كويس الحقيقه. طبعا اللي خد راجل المباراه امام عاشور والعش، الاتنين خدوها. او ما اعتقد امام عاشور هو اللي هداها للعش يعني. بس اتمنى الفتره اللي جايه بقى نشوف كده كده اللاعب اللي اسمه محمد رضا او احمد رضا مش فاكر، محمد رضا اعتقد، بتاع بتروجيت نزل. هو طبعا اكيد مخطوف لاعب. اللاعب ده كويس وكورته كويسه، بس برضه محتاجين نديله مساحه. ده هو نزل مثلا يعني اخر 10 دقايق ولا حاجه. اتمنى بقى ان نشوف الفتره اللي جايه دي بن شرقي.
بن شرقي ده هيبقى قصة وحكاية. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. الف مبروك لكل الاهلاوية، ولو الفيديو ده عجبك يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك معانا في القناة. شكرا جدا.